السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وان شاء الله تكون مفيدة. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. في الاول نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ولو اول مرة تشوف القناة يا ريت تشتركي لي فيها وتحطوا لي لايك كده للفيديو يشجعني ان انا اكمل. هنعمل ايه النهاردة مع بعض؟ بروكي الجبنة او جلاش بالجبنه او باتيه بالجبنه، زي ما تسموه. حاجه حلوه كده قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم انها تعجبكم جدا وانتوا بتاكلوها كده ما تحسوش مش عارفين بتاكلوا ايه بالظبط. هو ده بوريك ولا فطير ولا فطير شرقي ولا ايه بالظبط؟ طعمه حلو قوي قوي قوي. وهنعمله بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله يعجبكم. لموا بقى شويه الجبن كده اللي في التلاجة او بقايا الجبن اللي في التلاجة، والحشوات حشوات مختلفه جدا ممكن تعملوها بيه، بس انا عملته النهارده بالجبن وشويه بقى طماطم وشويه فلفل كده مقطعين. وان شاء الله باذن الله الوصفه تعجبكم. وندخل على الفيديو بتاعنا ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنجيب بقى الحشو بتاعنا. دول لفتين جلاش بقى انا جبتهم وجهزتهم كده معاكم. ومعايا دلوقتي ايه؟ انا معايا فلفل متقطع كده صغيره، ومعايا طماطم برضو متقطعه كده صغيره اهو. وهحاول احط الطماطم بعد ما قطعتها، طبعا بتنزل شويه ميه كده. ما تحاوليش تحط الميه بتاعتك ديت، حاولوا تحطوا الطماطم بتصفيه على قد ما تقدروا. وده زيتون مقطع، زيتون اسمر عادي متقطع برضو حتت صغيره. ودول شويه جبنه بقى كده من اللي هو الجبنه الرومي. عايزه تحطي جبنه قريش، عايزه تحطي جبنه فيتا، عايزه تحطي جبنه حادقه، اي جبنه بتحبوها حطوها. انا هحط جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. كيس الجبنه الموتزاريلا ده كان لسه كنت جايباه يعني، فتحته وهاخد منه شويه كده احطهم ايه، هحطهم في الحشوه بتاعتي. بتدي بقى يعني مطه حلوه قوي. وانا بستخدم دي جبنه الموتزاريلا الحمد، حلوه قوي يعني، من احلى انواع الجبن بصراحه اللي بتلاقوها اهو. زي ما انتم شايفين كده الجبنه الحمد دي حلوه قوي وبتمط وطعمها حلو. وكمان بتبقى حلوه قوي في اي حاجه بقى عايزين تحطوا فيها، على بيتزا، على مكرونه، على جلاش زي ده زي ما انتم شايفين. بس انا ساعات والله بعمل المكرونه مش بحط عليها يعني. بحب اعمل المكرونه كده بتاعت زمان اللي هي بتبقى ايه، العاديه بقى من غير اي افتكاسات ولا جبن ولا كلام من ده. الجلاش بس والبيتزا والحاجات ديت هي اللي بتحب الحاجات دي. فحبيت بقى ان انا احط ايه، احط شويه جبنه موتزاريلا كده ليه فيها. وهجيب الجلاش بتاعي هعمل معاكم بقى التشريبه او التسقيه اللي احنا هنعملها. بس في الاول كده في بقى ايه، حطيت معلقتين كده من الكاتشب في قلب الحشوه نفسها. لو حابين تستغنوا عنها استغنوا عنها عادي، بس هي بتدي طعم حلو قوي للحشوه يعني. بس طبعا لو عايزين تستغنوا عنها او مش حابينها ممكن تشيلوها عادي اهو. هنجيب بقى التشريبه بتاعتنا ديت ونجيب هنعمل تشريبه حلوه قوي وسهله وبسيطه خالص. هنجيب ديت حوالي عن نص كوبايه كده من السمنه على زيت. يعني جبت معلقتين من السمنه كده سيحتهم وحطيت عليهم معلقتين زيت. دول سمنه على زيت، الزيت بيديني قرمشه كده للجلاش، والسمنه طبعا بتديله ريحه وطعم حلو. وهجيب دي كوبايه زبادي، كوبايه زبادي كده اللي هي البلدي العاديه دي. ما كنتش في اليوم ده يعني عامله زبادي في البيت، فخليت بنتي اشترت لي كوبايه زبادي كده وهي جايه وعملته. انا كنت عامله الجلاش ده كان يوم عندي بقايا اكل. يعني لو انت حابه بقى تعمليه كده عندك بقايا اكل كده وعايزه تكملي بيه الاكل، هيسند كده جنب الاكل، هيبقى حلو قوي يعني بجد. وبيبقى طعمه حلو كمان. وعايزه اقول لكم ان انا اتفضل معايا منه اتسحروا بيه كمان. وهحط عليهم حوالي عن 3/4 كده كوبايه من اللبن، ومعلقه كده من البيكنج باودر. البيكنج باودر هيديله تفتيحه كده وتحسوا كده ان كنتوا بتاكلوا فطير مش جلاش خالص اهو. زي ما انتم شايفين كده هنقلب كل الكلام ده بقى مع بعضه. وهحط معلقه صغيره من الملح ونص معلقه كده من الفلفل الاسمر عشان خاطر تبقى التشريبه بتاعتي طعمها حلو اهو. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، يا رب ان شاء الله كده الفيديو كده يعجبكم، وتحطوا لي بقى لايك للفيديو وتعليق حلو منكم، حلو منكم كده. وبشكر كل اللي بيكتب لي كلمه حلوه واللي بيرفع لي منتدى واللي بيساعدني وبيحفزني كده ان انا اكمل. انا بشكركم جدا 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 يا حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا. ربنا يكبر خاطركم زي ما بتكبروا خاطري اهو. هحط بقى المعلقه اللي هي الصغيره ديت من الملح، وهقلب كل الكلام ده في بعضه بس كده اهو.
هقلب كل الكلام ده وهجيب بقى الجلاش بتاعي. انا نوع الجلاش ده يعني ما كانش قد كده، كنت بلاقي بقى ايه ورقه مقطوعه، الورق كده كانش متستف على بعضه، كنت حاسه ان في ورقه طالعه وورقه نازله. هتشوفوا معايا كل حاجه دلوقتي. صلتوا بقى بنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وعايزه اقول لكم ان البريك ده يعني تغيير كده، ورمضان كل يوم بيحب التغيير ويحب التجديد، والناس زهقت والله العظيم من كل الاكل. بس الله المستعان، ده احنا بنحاول. ورمضان عايز كل يوم تغيير وتغيير كل يوم كده. زي ما انتم شايفين كده الورق اللي لقيته بقى ايه متقطع كده، بحطه في النص وبقفل عليه بورقه تانية. يعني انا حطيت ورقتين كده ما كانوش عادلين تحت بعض، سويتهم وظبطتهم وحطيت الورقه المقطوعه دي في النص، واحط ايه ورقه سليمه كده فوق منه عشان خاطر احط الحشو بتاعي. هجيب بقى من التشريبه بتاعتي ديت وادهن دهانات بسيطه خالص كده. يعني البوريك ده ما بيبقاش عايز بقى ايه تورقي ورقه 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 ولا الكلام من ده كله. اهو صلاتوا بنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ممكن بقى مش عايزه تعمليه صوابع كده، ممكن تحطيه في صينيه، يعني ممكن تقطعيه في صينيه، تحطيه في صينيه وتقطعيه مربعات وخلاص. بس انا حبيت ايه الصوابع ده بيبقى شكله حلو كده، ويعني العيل كده او احنا يعني نمسك الصابع كده إيه بايده خلاص، من غير ايه ما يكون متقطع ولا الحشوه تقع من الجنب ولا اي حاجه. اهو هلف بقى بتاع الجلاش بتاعي ده رول كده زي ما انتم شايفين اهو. وهجيب الصينيه بتاعتي مدهونه بالسمنه وهحطها في اللي عليه اهو. هحاول بقى ابطط عليها كده، اسوي بس الحشو بتاعي كده عشان يبقى مالي كده كل الجلاش، ما تبقاش ايه صابع فيه حشو وصابع من فيهوش وخلاص وبس. وهحطه كده في الجنب، وهلف كمان معاكم واحده اهو. هجيب ورقتين واحط فوق عليهم ورقه كمان، وهظبط الدنيا كده. وزي ما بقول لكم كده الورقه المقطوعه هحطها في النص. الحشوات بقى لو انتوا مش حابين حشو الجبنه، ممكن تحشوا لحمه معصجه، ممكن تحشوا بقى لو عندكم شويه كبد وقوانص مقطعيهم حتت صغيره كده، ممكن تعصجوهم برضو وتحط تعملوهم حشوه برضو، تحط عليهم فلفل وطماطم وجبن وحاجات من دي وتحطوها. ممكن فراخ لو عندك صدر فرخه باقي كده ولا حاجه من قبلها بيوم، تقطعوها برضو حتت صغيرة وتحط عليها برضو طماطم وفلفل وجبن وحاجات من دي، وتحطي برضو حشو الفراخ ده. كل الحاجات ديت كلها افكار لحشوات ممكن تحشي بيها البوريك بتاعنا ده. بس انا النهارده بقى كنت عاملاها ايه مستكفيه بيه كده زي ما انتم شايفين اهو، بالجبن عاديه، جبن عاديه خالص، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه بيضه، اي نوع جبنه عندك حطيه مش هتقول لا خالص. اهو الورقه بقى اللي اتقسمت من النص دي انا كملت، يعني هي ما اتقطعتش لما لاخرها، فانا كملت لفه عادي واتدارت ولا كاني عملت ولا كانها اتقطعت ولا اي حاجه اهو. هحطه بقى ستفته كده زي ما انتم شايفين، واتبقى معايا ورقتين في الاخر كده كانوا اتقطعوا مني فقفلتهم وظبطتهم كده. يعني الورقه اللي هي محطوطه بالعرض اللي لوحدها دي كانت ورقتين ثلاثه كده مقطوعين، ظبطتهم وحطيتهم وقفلت عليهم الجنبين وحشيتهم بس كده. هقطع بقى زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. هقطعها كده واجيب بقى بقيه التشريبه بتاعتي وادهن الوش بتاعها، واقوم رايحه مدخلها الفرن بس كده اهو. هقطع الجزء ده واقطع الجزء ده كمان بس كده. هاجي بقى للتشريبه بتاعتنا دي، واحط بقى على الوش كده، همسح الوش بتاعه كله واقوم حاطه ايه بقيتها عليها على الوش كده اهو. بس ممكن بقى في حركة ممكن تعملوها يعني غير اللي انا عملته ده، انتوا ممكن تدخلوا بقى البوريك الاول يصفر كده وياخد لون بسيط خالص، وتطلعوه تسقوه بالتشريبة دي وتدخلوه تاني. دي برضو طريقة انا كنت بعملها الاول بصراحة، بس انا كنت بعمل البوريك ده قبل الفطار، وكنت مستعجلة بقى وكنت عايزة ادخله، يعني كنا قبل الفطار بساعة بالظبط بس استوى بقى زي الفل. ما كانش عندي وقت كده ان انا استنى لما يصفر وبعدين ادخل التشريبة واسيبه لما يكمل سويه وكده اهو. بس الطريقه الاولانيه دي احسن، ان تدخلوه شويه على الاول كده وتسيبوه يصفر وبعد كده تطلعوه هيبقى حلو. انا بقى هجيب الجبنه الرومي دي كان بقايا كده، حطيتها بقى على وشها زي ما انتم شايفين، وعندي بقى شويه سمسم كده هحطهم على الوش. اليوم ده انا كنت راح اعمل فيديو الكحك اللي هو على اللي انا عملته على القناه ده والله المستعان، يعني يا ريت تشوفوه كده وان شاء الله باذن الله يعجبكم يعني. وجبت شويه سمسم اللي انا كنت مجهزاهم وحطيتهم على الوش
بس كده اهو. هحطه بقى كده زي ما انتوا شايفين وادخله بقى الفرن، وطول ما هو في الفرن بقى فرن سخن طبعا هقلبه، اقعد ادير بقى الصينيه يمين وشمال عشان ياخد لون من جميع الاتجاهات اهو. صليتوا بينا على النبي. حطوا لي لايك بقى لو نسيتي تحطي اللايك بالله عليكي، حطي لي لايك كده للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. بس كده انا طلعته زي ما شفتوه كده وانا بقطعه. المقطع الاولاني اللي في اول الفيديو ده انا رصيته بقى في الاطباق زي ما انتم شايفين. كنا خلاص بقى قبل الفطار ورايحين نغرف بقى الاكل بتاعنا وكده، بس ما صورتش طبعا الفطار كله يعني. فيا رب ان شاء الله الوصفه تعجبكم. وده الفيديو بتاعي يا حبايبي. عايزه اقول لكم حلو جدا، مقرمش من بره كده يعني مقرمش من بره وطري كده من جوه، وبتحسيه زي ما قلت لكم انتوا بتاكلوا فطير او بتاكلوا باتيه او بتاكلوا بوريك، ما تفهموش ده ايه بالظبط. بس طعم كده ميكس كده من كل حاجه اللي انا قلتها دي حلو قوي، وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. ده الفيديو بتاعي يا حبايبي. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.